بسبب خطأ بسيط لقى راسو مليوح من 68 طابق في اعلى برج كاين في هونغ كونغ. الاغلبيه ديال الناس فينا عندهم واحد الفوبيا من العلو، وبمجرد انه يطلع لشي بلاصه بعيده على الارض ما كيحسش براسو مزيان، ضربات القلب كتزاد وكيولي يتنفس بالعقل، وممكن تجي حتى الدوخه الا قدر الله يقدر يفقد الوعي ديالو ويطيح من هذيك البلاصه اللي طلع ليها. هذه راه سميتها الاكروفوبيا، هي وحده من الفوبيات الغريبه كتخلي بنادم يعاني من اللي يطلع لشي بلاصه عاليه. هذا الشيء ممكن يوقع لاي واحد ما مولفش العلو، فما بالك بواحد حياته كامله مغامرات وكيموت على شي حاجه سميتها المرتفعات. ريمي لوسيدي يوتيوبر عنده جنسيه فرنسيه، غير هو المحتوى اللي كيقدم ماشي اي واحد قادر يدير بحاله، حيت خاصك تكون معيط على القبر، خاص ما تكونش كتهمك شي حاجه سميتها الموت. المحتوى اللي كيقدم هي طريقه باش كيطلع المرتفعات اللي صعيب الواحد يوصل ليه، وفين ما كيسمع شي بلاد فيها شي مرتفعات اولا ناطحه سحاب كيمشي يقصدها بلا ما يشعر، وشحال من مره منعوه باش ما يطلعش للقمه ديال هاد المرتفعات اللي قاصده. ولكن هاد السيد اللي فراسو لدرجه كان كيكذب عليهم غير باش يوصل للهدف ديالو اللي هو ياخذ سيلفي في اخر قمه في هذا البرج اولا هذه البنايه اللي كيسميوها ناطحه السحاب. الناس المعجبين ديالو تفاعلوا معاه حيت كيعجبهم المحتوى اللي كيدير، كيخليهم يعيشوا المغامره اللي ما قدروش يديروها. في الاول بدات غير بواحد العلو اللي قصير بحال دار فيها جوج ديال لي زيطاج، بشويه حتى بدا كيزيد العلو، بدا كيزعم الخمسه حتى ل10 ديال الطوابق حتى وصل ل 68 ايطاج. يعني بدا كيطلع النيفو وبدا كيوصل لناطحه السحاب اللي كانت بالنسبه ليه غير حلم. ملي كيطلع لهاد البنايه وكياخذ سيلفي بنادم اللي في الارض كيبان ليه بحال النمل. ريمي شاء القدر باش يكون ضحيه ديال هاد العلو وضحيه ديال هاد المحتوى اللي كيقدم، حيت في شهر 7 2023 من بعد ما جاتو الفكره يسافر هونغ كونغ في عمر 30 عام، المتابعين ديالو وصلوا لي واحد الخبر، قالوا لي باللي كاين واحد البرج في هونغ كونغ وقالوا لي باللي الحراسه فيه ماشي مشدده، وطلبوا منه يضرب لهم سيلفي من اعلى هاد القمه. هاد الشيء بالضبط اللي كان. من بعد ما وصل لهاد المدينه خدا واحد لوطيل ووجد راسو لهاد المغامره، درس هاد البلاصه مزيان. جا الوقت اللي دخل فيه من باب ديال هذا البرج اللي سميتو تريغونتر، تقريبا مع 6 ديال الصباح لقى راسو في لاسانسور، واخا سولوه في الباب وقالوا ليه فين غادي، قال لهم كاين واحد صاحبي في الطابق 40، وحيت هو اجنبي ما طلبوش منه يعطيهم الاسم ديال هاد صاحبه، خلاوه يدوز بسهوله، سمحوا ليه باش يوصل للطابق 40 باش يتلاقى مع هاد صاحبه. ولكن لاحظوا ان لاسانسور موقفش في الطابق 40 وصل لاخر طابق كاين في هاد البنايه اللي هو الطابق 49. قالوا باللي ممكن يكون غلط، وبمجرد ما وصل لاخر نقطه في لاسانسور كمل المسافه اللي بقات في الدروج، واخر نقطه كانت هي 68 طابق. حاول ياخذ سيلفي للمتابعين ديالو، ولكن واحد اللحظه لقى راسو معلق، ما قادرش يطلع بسبب فقدان ديال التوازن. بقى كيقاوم حتى بانت ليه واحد السيده بالزاج كتقاد في البيت، شافته كيعاني وطلب منها تعاون، ولكن ما وصلوش في الوقت المناسب باش يعتقوه حيت لقاو السيد عيا وما قدرش يزيد يصبر، استسلم لامر الله وطلق من هذيك الحديده اللي كان شاد فيها. ومن بعد ما نقز من 68 طابق لقى راسو في الارض، والنهايه ديالو كانت هي الموت. وهذا الشيء كامل سبب سيلفي اللي كان باغي ياخذه من السماء. دابا في نظركم شنو هو السبب اللي كيخلي هاد الناس تغامر بحياتها؟ واش الشهره او الفلوس او شي حاجه اخرى؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.